حالا انتهت قرعة الكونفدرالية. الزمالك وقع في المجموعة الرابعة مع المصري وكايزر تشيفز الجنوب افريقي وزيسكو يونايتد الزامبي. اتفرجت على القرعة كلها بتاعت الكونفدرالية، وكان نفسي بصراحة نقع في المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة كان فيها فرقتين أول مرة أسمع عنهم، فرقة اسمها أوتوهو وفرقة اسمها سنجيدة من الكونغو تقريبا، وكان معاهم ستيلن بوش الجنوب افريقي. فكان نفسي قوي الزمالك يقع في المجموعه الثالثه عشان ناخد بطارنا من ستيفن بوش اللي خرج السنه اللي فاتت، وكمان عشان في فرقتين اول مره اسمع عنهم واول مره حد يسمع عنهم. بس للاسف وقعنا في المجموعه الرابعه، واعتقد هي اقوى مجموعه، لو ما كانتش اقوى مجموعه هي من اقوى المجاميع في الكونفدراليه. المجموعه الرابعه معاك المصري فريق قوي، معاك كايزر تشيفز الجنوب افريقي، وكايزر تشيفز من الفرق القويه والمعروفه والجماهيريه جدا في جنوب افريقيا، ومعاك زيسكو يونايتد الزامبي اللي دايما نسمع عنه في بطولات افريقيا، في مجموعه صعبه جدا.